ايه هو الاصل الجيني للشعب المصري؟ الشعب المصري هو واحد من الشعوب اللي عايش في قارة افريقيا. هل كل الشعوب اللي عايشة في قارة افريقيا زي بعضها؟ احب اقول لك لا. من قديم الازل، من اكتر من 100,000 سنة، والشعوب في افريقيا كانت مقسمة لسلالتين اتنين: شعوب شمال الصحراء او شعوب شمال افريقيا، وشعوب جنوب الصحراء. يعني الصحراء الكبرى كانت بتمثل حاجز منيع بيمنع الشعبين دول ان هم يختلطوا عن بعض، فحصلت عملية عزلة، وبالتالي بدأ يحصل تنوع جيني. هل ده معناه ان احنا والشمال افارقة واحد؟ يعني المصري زيه زي الجزائري؟ احب اقول لك ان احنا اقرب اتنين الى بعض، ولكن في نفس الوقت في اختلاف ما بينهم. طيب الاختلاف ده حصل ازاي؟ على مر الزمن، لان الشعوب دي مش عايشه مع بعضها ومش بتتجوز من بعض، بيحصل طفرات مختلفه داخل كل شعب. بالتالي بيبدا بالتدريج ومع الوقت ان الشعوب دي تختلف جوهريا وظاهريا، وده معناه ان بعد فتره من الزمن في حدود 70,000 سنه كانت بدات تزداد عدد الشعوب اللي عايشه في افريقيا، وبقى عندنا 5 سلالات رئيسيه: 3 منهم عايشين جنوب الصحراء، و2 منهم عايشين شمال الصحراء. ولو جيت تبص هتلاقي ان الاثنين الاكثر في العدد عايشين في اصغر منطقه. العدد الاكبر او النسبه الاكبر من البشر اللي كانوا عايشين في افريقيا كانوا عايشين في مصر، مش لان مصر كانت مميزه ودوله متقدمه ولا الكلام ده كله. مصر في الوقت ده ما كانش لسه فيه حضاره، ولكن بكل بساطه لان نهر النيل في الوقت ده ما كانش ليه مجرى، وبالتالي كان عباره عن مستنقعات بتنشئ غابات ضخمه، وبالتالي كان في وفره في الغذاء بشكل كبير جدا اكبر من باقي المناطق، والمنطقه دي هي اللي عاش فيها الشعب الاساسي اللي شكل الحضاره المصريه. طيب لو جيت بقى نزلت شويه للجنوب هتلاقي برضو التجمع التاني او اكبر تاني التجمع بتاع اصل الشعب السوداني، واللي شكل بعد كده الحضاره الكوشيه. هل الشعب بقى اللي عايش في مصر هو اللي اسس الحضاره المصريه القديمه؟ برضو لا. زي ما قلت لك من 40,000 سنه حصلت هجرات كبيره لافريقيا، في هجره اسمها باك تو افريكا. صحيح ان الهجره دي مش غيرت الشعب بالكامل ولا حولت الشعب من شعب تاني، ولكنها اثرت بشكل كبير جدا في الجينات المصريه. يعني من قبل ما تبدا الحضاره المصريه بأكتر من 30,000 سنة كان المصريين عبارة عن خليط ما بين شعبين اتنين: شعب بيمتلك صفات أشبه بالصفات الأوروبية ولكنها مختلفة كثيرا. الشعب أساسا اللي هو عمل هجرة باك تو أفريكا وأثر على الجينات الموجودة في جميع شعوب شمال أفريقيا بيعتبر شعب منقرض. التغيرات الجينية اللي بدأت تحصل من 40,000 سنة وتعتبر خلاص استقرت وتمت هي اللي بدأت عليها الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة قائمة بذاتها. الشعوب اللي عاشت في مصر مهما كانت جنسيتها هي الشعوب اللي بقت الحضارة المصرية. مفيش أي مساهمة من حضارات تانية خصوصا في المراحل المبكرة في بناء الحضارة، لا اليهود ولا الأفارقة. فلو جينا اليهود بيعتبروا شعب حديث جدا. فلو اتكلمنا مثلا عن سيدنا ابراهيم هو من 1700 سنه، فانت عشان تتكلم ان شخص واحد اولاده هم اللي بنوا الحضاره المصريه، فانت عشان يبقى عنده العدد الكافي هو محتاج على الاقل 1000 سنه، وانت كده بتتكلم اساسا في فتره كانت تقريبا انتهت فيها الحضاره المصريه القديمه. اما بالنسبه للافارقه، اقوى الادله على ان الافارقه ما ساهموش اساسا في بناء الحضاره المصريه خصوصا في العهود المبكره ليها هي العنصريه الشديده اللي كان بيمتلكها الفراعنه او ملوك مصر تجاه السود. بمعنى من الاخر كده ان في عشرات اللوحات اللي بتسب الاشخاص السود او اصحاب البشره السوداء واللي بتوصفهم بالهمج واللصوص والحيوانات. فالملوك في عهد الدوله القديمه كانوا شديد العنصريه تجاه السود لاسباب كتيره والاسباب منطقيه. وبرضه لما تيجي تنظر هتلاقي ان التامينات اللي كانت محطوطه على حدود مصر الجنوبيه اكتر من اللي محطوطه على اي حدود، بالرغم ان في اغلب الاوقات الغزو كان بيجيها من الشمال مش من الجنوب. طيب هل معنى كده ان الاشخاص اصحاب البشره السوداء حتى النوبيين مثلا ما لهمش اي مشاركه في الحضاره المصريه القديمه؟ برضه لا. الموضوع بدا يختلف بدرجه بسيطه جدا في عهد الدوله الوسطى، بقى في درجه من التقبل. ولكن لما نيجي لعهد الدوله الحديثه كانت مصر بدات تتقبل جميع العرقيات. فالنوبيين اللي عايشين في جنوب مصر وجودهم مش قديم قوي ومش حديث، فهم موجودين منذ عهد الدولة الحديثة، وبالرغم من الطبيعة المنغلقة بتاعتهم إلا أن كان لهم دور مهم في التأثير في الحضارة المصرية.